انا ضحيت بثروتي كلها وجيت هنا بمزاج مع اني بريء، بس كان لازم اعمل كده. ايه اللي ممكن يخلي واحد ملياردير عنده فلوس تكفيه وتكفي احفاده يعترف بجريمة هو اصلا ما عملهاش؟ مش بس كده، ده دخل اتسجن بايديه وساب كل حاجة وراه. والاغرب ان الحقيقة لما ظهرت قلبت كل حاجة وخلت الناس تسأل هو كان مجنون ولا اذكى واحد في القصة كلها. تعالى بداية القصة في مكان بعيد شوية عن الزحمة في طريق مصر اسكندرية كيلو 16. كان في راجل اسمه حسام الكردي. حسام ده مش أي حد، ده راجل تقيل جدا، عنده شركات، أراضي، مصانع، والناس كلها كانت بتتكلم عن إنه ناجح وذكي وبيفهم. بس اللي الناس ما تعرفوش إن حسام كان عايش قلقان طول الوقت، مش من الفلوس لكن من حاجة تانية خالص. حياة حسام كان ظاهرها النجاح، حسام كان يبان عليه انه ناجح بس من جواه كان تايه. مراته متوفية من سنين وابنه الوحيد كريم عايش بره البلد ومش بيكلمه كتير. صحابه كلهم مصالح، يعني من الاخر راجل عنده كل حاجة بس ما عندوش حد. بداية المشكلة في يوم حصلت جريمة غريبة جدا. واحد من كبار المستثمرين اتقتل في مكتب حسام، والغريب مفيش كسر، مفيش مقاومة. المفاجأة الأولى حسام بنفسه راح اسم الشرطة وقابل الضابط شريف عزمي، قال له بمنتهى الهدوء أنا اللي قتلت الراجل ده. الضابط افتكر إنه بيهزر بس حسام كان جاد في كلامه وابتدى يحكي شوية تفاصيل. الضابط بدأ يشك إزاي راجل زي ده يعترف بكل سهولة كده، بس لما راجعوا كلامه لقوا إن التفاصيل مظبوطة، وقت الجريمة، مكانها، حاجات محدش يعرفها غير القاتل، فتم حبسه احتياطي. القضية اتحولت للمحكمة والناس كلها اتصدمت، ازاي راجل بالثروه دي كلها يعمل كده؟ المحامي بتاعه حاول يدافع عنه بس حسام كان بيرفض، كان بيقول انا عملت كده ومستعد للحساب. المفاجاه الثانيه قبل الحكم ابنه كريم رجع فجاه من السفر وكان باين عليه التوتر، راح قابل ابوه في السجن قال له انت عملت كده عشان تنقذني؟ بدايه كشف الحقيقه كريم انهار وقال انا اللي كنت هناك يومها، واتضح ان كريم فعلا كان داخل في شراكه مع القتيل وحصل بينهم خلافات كبيرة، والخلاف وقتها تطور وده السبب اللي خلى كريم اتخلص منه. وقتها كريم خاف وهرب. الأب عرف ازاي؟ حسام عرف كل ده من كاميراته ومن تحرياته الخاصة، وكان قدامه اختيارين: واحد يسيب ابنه يتقبض عليه ويتدمر مستقبله، اتنين أو ياخد هو القضية على نفسه. حسام قرر يختار الاختيار الثاني بدون تردد، ضحى بنفسه علشان ابنه. الحكم: المحكمة حكمت على حسام بالسجن 15 سنة والناس كلها كانت شايفة انه مجرم لكن الحقيقة كانت مستخبية. كريم كان عايش بتأنيب ضمير مرعب، أبوه في السجن بسببه وهو حر، كل يوم كان بيصحى وهو حاسس إنه بيخون أبوه. بعد 6 شهور كريم ما قدرش يستحمل، راح لنفس الاسم وقال أنا عايز أعترف أنا القاتل الحقيقي. المفاجأة الكبرى القضية اتفتحت من جديد والتحقيقات أثبتت كلام كريم وتم الإفراج عن حسام. النهاية الغير متوقعة: حسام خرج من السجن لكن مش زي الأول، بقى هادي بسيط وكأنه اتغير، وبقى من المصلين وبقى بيئم الناس في الصلاة، وباع كل شركاته وسافر يعيش في مكان بعيد بره مصر يبتدي حياة جديدة بدون فلوس كتيرة وبدون زحمة أشخاص منافقين. القصة دي مش عن جريمة، دي عن أب ضحى بنفسه عشان ابنه، وابن اتعلم إن الهروب مش حل وإن الحقيقة مهما استخبت لازم تظهر. أحيانا أكبر قوة مش إنك تنجو لكن إنك تتحمل المسؤولية. سؤال ليك عزيزي المشاهد: لو كنت مكان الأب كنت هتعمل زيه ولا كنت هتسيب القانون ياخد مجراه حتى لو ابنك هو اللي هيدفع الثمن؟ سيب لنا رأيك في التعليقات الحكاية. السلام عليكم.